السلام عليكم. شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ طبعا مقدما رمضان كريم عليكم، وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. اليوم تقريبا ثالث يوم برمضان، ويلا اليوم صورت لحقت. طبعا يا ولد اليوم ردينا لكم فيديو ملاق، فيديو ضيم. ما اريد احرق عليكم الفيديو، اتمنى تخلونا لايك واشتراك، وتعالوا ادخلكم اليوم بالفيديو. تقدم هنا، يعني المقدمة سويتها هنا. شوف الستاند وين تشيل خاله، باش خاله ابغاه. شوف خله طابق عليته من هنا خاطر تنزل الكاميرا هيك، يلا تطلع هاي بالتصوير. هسه خلينا نكمل لكم بالفيديو، ما اريد احرق عليكم الفيديو. يا ولد بما اليوم هو رمضان وصايم وعلي والدنيا حارة، شمس كلش قوية، فكلش عرقت لازم اغسل. فهسه لازم راح اشغل الموتور شو اسمه الكهربائي، وراح اغسل وجهي واغسل يدي شويه ارتاح، واطلع اكمل لكم اليوم بالفيديو الضيم. ثبت لكم الكاميرا هنا، اثبت الكاميرا على مود اشيل هاي الصونده خليها هنا من هاي الاتجاه، ونكمل دقائق يا ولد. طبعا شغلت الماي مطار الكهرباء العكو. فهسه شنو غسلنا وكملنا، بس لازم نجي نطفي الموتور ونبدي لكم بالحلقة. شوفوا طبعا هسه ما قلتوا لي شنو فكرة الفيديو، شنو اعتقد شفتوا صورة المصغرة انتم، بس راح اني افهمكم بالفيديو شنو. طبعا يا ولد بما انه احنا دخلنا بشهر الثالث بسنة 2024، واحنا هسه بشهر الثالث ما بقى لنا شيء، ندخل بشهر الرابع. وتعرفون البلابل الحر تبدي تعشعش من الشهر الثالث لحد الشهر السابع وتنقطع. فاحنا اليوم غايتنا من التصوير جينا على البحث مالتن، هن لسه ما ذابات بيض، بس هسه بدايتن جايبنا عشوشه، يعني العش مالتن بداية استوى جايبني بيه ويحضره، خاطر بداية الموسم الرابع الشهر الرابع يبدي يذب بيض ويفرخ. فاحنا اليوم راح ندور عليهن، اذا لقينا عشوشه مبنيه جديده نصورها، واذا لقينا عشوش همات غير البلابل الحر هم جديده مبنيه هم نصورها. واحنا جينا لهذا الشيء على مود ندل العشوشه الجديده ونظل نلاحقها ونصور لكم بيها لحد ما يذبن بيض ولحد ما يطلعن فراخن، ونرجع ناخذ الفراخ مالتن. هسه خلونا بالفيديو، اتمنى تخلونا لايك واشتراك، وتحياتي للجميع. طبعا مبينا طبين مبينا بدي. طبعا هاي كلها مزقيه، تشوفون هذه كلها مزقيه لان البارحه زقيناها وصار لنا تقريبا هواي ما زاقيه. البارحه زقيناها، فهسه احنا لازم نمشي على هذا الجانب. تشوفون هذا، شو تقولون نمشي من هذا الاتجاه لو نروح من هناك من ذيك الاتجاه بالنص؟ هسه خلينا نروح من ذاك الاتجاه احسن من النص، ونكمل المسيره مالتنا للنهايه اللي هي غادي البلابل اللي تبدي تعشعش. شوف الله شوف الشمس يا ولد، شوف الشمس وعلي حارة تصمت صمت، وطالع اصور لكم وصايم، يعني قدر هذا التعب. اتمنى تخلونا لايك خاطر نستمر لكم حتى لو كان صايم 4 ايام اصور لكم. خلينا نوصل لغادي. طبعا يا ولد البلابل اللي يحبن هيك الشغله، فهو اذا يريد يعشعشن يريد المكان هدوء، يعني يكون ما يوصلهن اي شيء لهنا مثلا لا بشر لا هاي، فيريد المكان هدوء، يريدن هيجي نخله يعني معك عشه. شوف شلون صايره هيك هاي النخله،
بالكت نلقى هنا. لان طبعا اليوم الصبح اني من قعدت من النوم سمعت البلابل الحر يغردن وجاي يفترن تقريبا 3. شفت امايات 2 اعتقد وشفت هن 3 يفترن وبيتن شو اسمه اذا شايفه شو اسمه الحمام او الطير من يجي ياخذ من القاع العوده هاي القطلايه شي من ياخذها هاي يبدي يعشعش بيها ويبني بيت الا بهالموسم هذا. فانا اضطريت اطلع اليوم اصور لكم. طبعا الماي شلون اصفر من قد ما وصل له ماي واملاح يعني صاير بيه كلش قوية. تقريبا هسه يطلع نسبة الاملاح 80% ونفسية الماي مالت المطر جاي يتجدد هنا. لان هذا مو بزل، هذا كان بزل شيء قديم كلش وانقطع البزل لان صارت قيعان انقطع بقت بس هاي شلون البزلة من هنا هاي المساحة من هنا تاخذها هيك. وهذا بقى اعتقد ماي مال المطر وضرب هالصفار ماله هيك كلش يعني تلقاه هسه هذا رب المالح مو بس مالح. طبعا يا ولد انا مو بس اصور لكم هم باعوا وياي اذا شفتوا عش هم كتبوا لنا بالتعليق قالوا هذا لقينا عش بيك مكان ترى انا بحدي وصايم وعالي يعني هسه ما تلزم دول كمات ماي بارده ومليها ملي بس ما بقى شيء. جيت اقضي وقت واصور لكم تقريبا الساعه 2 ونص الظهر ما بقى شيء عن الاذان ويصيح. شوفوا يا ولد من يتذكر علي بابا شوفوا هاي الصيف يدني جنب الصيف. شوف الضيم وين راح هذا طار يا ولد ذاك ولد هذا اول عش بس هذا اعتقد قديم ومال زرازر هذا مال زرزور هذا يا ولد. شوف الماي شلون اصفر شوف هذا يا ولد هذا مال زرزور بس مفلش وقديم كلش. انا هذا اللي جاي اسولف لكم عنه اللي سابقا جيت صورت هنا وطلعت من عنده سمك وسويت عشا تتذكرون يا ولد بالصيف. شوفوا الشبك جبت شبك تقريب 40 متر جبت شبك 40 متر يعني انصبه منه لهنا. شوفوا بالصيف وتابع بالصيف قناة راح اقلبها عبارة عن صيد سمك بس لانه وايد جاي يكتبوا لي بالتعليقات زي تطلع صيد سمك زي تطلع صيد السمك. فيا ولد اتمنى من عندكم تتانوني بس الصيفيه ما بقى له شي الصيف يعني تقريبا شهر الرابع نهايه شهر الرابع تلقى الدنيا حاره وضيم. هسه ما اقدر لان الماي بارد وما اعتقد بيه سمك فتونوني للصيف وشوف ايش راح اطلع لكم نتيجه منه. بس ركز على الفيديو شوف ايش لقيت. شي شبه النرجيله جابه هنا. طبعا يا شباب انتم هماتين اكتبوا لي بالتعاليق شو تطلبون من الفيديوهات تعجبكم تريدوها انتم اصور لكم اياها بس اكتبوا لي بالتعاليق وتلقون حسابي الانستغرام بالوصف. حسابي الانستغرام تلقون بالوصف لو بالتعاليق اكتبوا لي شنو تردونه راح اطلع تعليقك بالفيديو اللي راح اصوره اللي تردونه اطلع تعليقك واقول لهم باعوا طلب من عند هذا الشيء لازم انفذ لكم اياه. شلون مالت الجمار تتذكرونه عندي فيديو هماتين طلبتوه من عندي وقلتوا لي زيد يطلع لنا جمار لان شو اسمه نريد نشوف الجمار شلون هي وهذا الشيء. فطلعت لكم وصورت لكم وكان فيديو كلش حلو حتى جاب مشاهدات كلش حلوه. فاطلبوا لي بالتعليقات وقولوا لي شنو تردون اللي اصور لكم اياه شنو اللي ببالكم. شوفوا الجو شوفوا واو مو عالي يا ولد الجو. بس خلينا مستمرين بعدنا بالبحث. ود ركز بي ماي ماي بابا هذا طلع جاي يرجع الماي.
شوفوا لي الابداع، شوفوا لي النبق يا ابو يا ولدي. شوف 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 اللحم موري. ويلي ويلي. بس شنو هسه ايش راح نسوي؟ راح نشلع وناخذ الفطور. لان صايمين يا ولد. ويلي ويلي. بس تعال شوف 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 هذا شوف شوف هذا شوف. واو شوف له هاي. شوف يا بيضين. شوف 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 الضيم. شوف شوف لي الابداع الضيم. يا الله يا رب. راح ناخذ ايانا طبعا يا ولد للفطور. يا بالضيم. انا يا ولد متى من الحر وحق عادي. وانا من الناس خلينا نشغل الموتور نغسل. نروح نغسل يا ولد. وعلى متى من الحر. انت بدك الكاميرا تكون هنا. ايش تشوفونه هذا على السعفة هاي بالضبط. شوف يدوي السعفة هاي اللي جاية بالضبط فوقها. هذا ايش بس ما اقدر اصعد يا ولد. شوف يصعدني بكذا سلة. شوف شو يصعدني يعني. طبعا يا ولد هو علي راسي قام يوجعني وراح ينفجر. كلش قام يوجعني. وانا من انا صايم والدنيا حارة واستمريت بالبحث ما وقفت كلش. يعني ما قعدت 3 استراحات كله بحث وكله تصوير. يعني راسي كلش موتني وسقطني. طبعا شفت الاحداثيات بالفيديو ولقينا كم عش قديمات واعتقد لسه ما معش عشات وذا وما اعرف راح انزلكم هذا الفيديو ما نزله بعد ما اعرف. ف ان شاء الله بالفيديوهات القادمه راح اطلع لكم البلابل واصور لكم اياها. طبعا علينا تنتهي حلقتنا مال اليوم. اتمنى عجبتكم الحلقه. لا تنسونا باللايك والاشتراك. تحياتي لكم.